السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا ومكملين مع بعض سفرتنا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتقبل منا جميعا ان شاء الله. النهاردة فطارنا سهل وبسيط جدا، هنعمل مع بعض سمك بلطي مقلي، وكمان هنعمله مشوي بالزيت والليمون في الفرن، وهنعمل رز صيادية، وهنعمل سلطة بابا غنوج مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، عايزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وكومنت كده جميل زيكم. تعالوا نشوف هنحتاج ايه ونعملها ازاي مع بعض. نضفت السمك كويس جدا وفتحت بطنه وشلت الخياشيم بتاعته ونقعته في ميه وملح وخل وليمون، وبعد كده شطفته. جيت بقى على السمك اللي هعمله بمشوي بزيت وليمون، زي ما انتم شايفين كده عملته بالسكينه تشريحات كده وتعكس بعض. نيجي بقى للدقة بتاع السمك بتاعتنا، الدقة العادية جدا. توم وفلفل الوان وعليها ملح وكمون وليمون، تمام. دي الدقة العادية بتاع اي سمك اللي هنتبل بيها السمك المقلي، والسمك كمان اللي هنشوه بملح بزيت وليمون، تمام. ومعايا كده بقى عصير ليمونتين كبار، ومعايا خل، ومعايا جزر وطماطم وفلفل اخضر، ومعايا كده بصلايه صغيره كده. انا هعمل اتنين بس مشويين بزيت وليمون، والباقي هيقليه، تمام. حطيت على البصلايه كده رشه كمون ورشه ملح ومعلقه من الخل، وكمان احط عصره نص ليمونه، وادعك البصل كويس جدا جدا بايدي. الخطوه دي مهمه جدا جدا للبصل، ليه؟ بتخلي البصل ما يعملش صنه وما يعملش او بمعنى اصح ما يعملش ريحه مش لطيفه. بدعكه كده كويس جدا زي ما انتم شايفين، وبعد ما بدعكه بحط الخضار بتاعي عليه، اللي هو الطماطم والفلفل الاخضر والجزر اللي يكون مبشور، لان الجزر بيكون قاسي فما نقطعوش بالسكينه، لا نبشره عشان خاطر يستوي بسرعه معانا، تمام. بعد ما بنقلب الخلطه دي كلها على بعض، بناخد معلقه من الدقه ديت وبنحطها على الخلطه بتاعتنا، اللي هي البصل والطماطم والجزر والفلفل الاخضر. حابين تزودوا كزبره خضراء مفيش مشكله، عادي جدا، الاكل اذواق. باخد كده معلقه كبيره وبدعك بقى كله مع بعضه، الخضار مع التتبيله ديت زي ما انتم شايفين. لازم تدعك كويس جدا عشان تاخد من طعم الايه الدقه. وبعد كده بملح بقى السمك بتاعي، باجي في قلب التفتحات ديت واحط ما بينها كده وجوه بطنها، اهم حاجه عشان خاطر تتبل وتتملح كويس جدا. وبعد كده بقى ايه، بحشي بطن السمكية بالخلطة اللي انا عملتها اللي هو الخضار دوت، وبحطها في قلب الصاج وبدخلها في فرن ساخن، بحطها تحت. اهم حاجة الفرن يكون ساخن عشان خاطر ما ينزلش المية اللي فيه ويجلد، تمام. ما بياخدش اكتر من 10 دقايق في الفرن، ولو حابين نولع له الشوايه من فوق ياخد لون مفيش مشكلة، عادي جدا. اهم حاجة ما نسهوش عشان خاطر ما يجلدش معانا. وصفة السمك المشوي بالزيت وليمون جميلة جدا جدا، ولو حد مثلا بيخس ولا حاجة كده، وصحيه وخفيفه كده على المعده، تمام. نيجي بقى نجيب ايه، عصير ليمونه كده كبيره ورشه كمون ورشه ملح، وكمان هجيب معلقه كبيره من الخل ومعلقه كبيره من الزيت، واقلبهم كويس جدا جدا، واجيب فرشه او بمعلقه كده ورش على ايه، على وش السمكيه بتاعتي، تمام. احنا قايلين ان هو سمك مشوي بزيت وليمون، تمام. يبقى نحط ليمونه كبيره عليها معلقه من الخل عليها معلقه من الزيت ورشه ملح ورشه كمون، واحطها كلها على السمكتين دولت الاتنين، تمام، وادخلهم الفرن. وكمان هدخل معاهم الفرن بتاعي، هعمل ايه، سلطه بابا غنوج، فهدخل معاهم بتنجانتين اتنين كبار كده عشان يتشووا مع بعض ايه براحتهم، تمام. نيجي بقى نتبل السمك اللي هنقليه، هتبله واسيبه ايه شويه كده في التلاجة، وبعد كده قبل الفطار هبقليه. بتبله كده جوه البطن وبدهن كده بره وجوه زي ما انتم شايفين، عشان خاطر يتملح ويتبل كويس جدا. لازم يقعد فتره كده في التتبيله دي بتاع ايه، اقل حاجه يقعد ربع ساعه ولا حاجه، تمام. فانا هسيبه شويه في التلاجة على قبل الفطار كده، اروح ايه قلياه عشان خاطر يبقى الاكل ايه سخن وجميل كده، تمام. بنتبل بقى كل السمك بتاعنا. اروح بقى نعمل مع بعض الرز الصياديه، تمام. حطيت حله على النار وفيها بصلتين اتنين كبار متقطعين ناعم وفيها سمنه او زيت، واقلب كده بقى على النار بتاعتي لحد ما ياخد البصل درجه البني الفاتح، عشان خاطر لما البصل يحمر وياخد درجه البني الفاتح احط عليه ميه يغلي، عشان خاطر درجه البصل واللون دوت هو اللي بيدي اللون للرز. زي ما انتم شايفين كده خلاص البصل خد اللون اللي عايزاه. بحط عليه بقى 3 كوبايات من الميه عشان انا هعمل 3 كوبايات من الرز، واحط الملح والكمون بتاعي على البصل والميه واسيبهم يغلوا مع بعض كده. لما البصل يغلي مع الملح والكمون الميه هتلون، تمام. بنزل عليها بقى بالرز زي ما انتم شايفين، 3 كوبايات رز بياخدوا 3 كوبايات ميه. الرز المصري لكل كوبايه رز بيحتاج كوبايه من الميه، تمام كده. اقلب بقى الرز بتاعي واغطي عليه، ولما الرز يشرب الميه بتاعته ههدي عليه شمع عشان خاطر ما يتحرقش مني ويستوي براحته، تمام.
البتنجان بتاعي بعد ما اتشوى وقشرته، حطيت عليه معلقه من الدقه ورشه كمون ورشه ملح، وهرسه كده زي ما انتم شايفين بقى كده بالشوكه. كان زبده ما شاء الله عليه. وبحط عليه كام معلقه كده من الطحينه زي ما انتم شايفين. حابين تحطوا زيت تمام، مش حابين ممكن نستبدل الزيت بزبادي، اي حاجه من دول عشان خاطر البتنجان ما يسودش، لان البتنجان بيبقى فيه حديد كتير. الرز بعد ما شرب الميه بتاعته وغلي، اهدى عليه شمعة خالص عشان خاطر يستوي براحته وما يتحرقش مني. تمام. تعالوا بقى نحط السمك في الدقيق عشان خاطر نقليه. انا هحط السمك في الدقيق عشان خاطر اقليه، بس مش هكتفي بكده بس، لا، هحط السمكه في الدقيق ومن الدقيق على الميه ومن الميه على الزيت. تمام. يبقى السمكيه احطها في الدقيق ومن الدقيق على الميه ومن الميه على الزيت. الحركه دي ليه بقى؟ بتخلي السمكيه تقرمش معايا وما تشربش زيت كتير، فبالتالي الزيت مش هنهدر الزيت بتاعنا. تمام. يبقى احط السمك في الدقيق ومن الدقيق على الميه ومن الميه على الزيت على طول، يكون زيت ساخن. تمام. السمكه هتطلع معايا مقرمشه وجميله جدا ومستويه من جوه، ومش ههدر الزيت ومش هشرب زيت كتير ويبقى مزيت كده ومش حلو. تمام. ومش هقلبه على الوش التاني او الجنب التاني غير لما ياخد لون من تحت كده ويقرمش، عشان خاطر ما يتهريش مني ولا يلزق مني في الطاسه ولا يتبهدل مني. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهوت، قلبته على الوش التاني او الجنب التاني. تمام كده. ولما اجي اطلعه هصفيه بقى ايه؟ على مصفى. تمام. مش هطلعه على مناديل، لو طلعته على مناديل المناديل هتخليه يعجن. تمام. فهو انا بطلعه على مصفى وبوقفه كده على جنبه زي ما انتم شايفين في قلب المصفى عشان خاطر يصفوا كل الزيت اللي فيه. تمام. واخر نص دقيقة بعلي النار على اعلى درجة حرارة عشان خاطر يصفوا كل الزيت اللي شربه برضو. تمام. بعد ما خلصنا قلية السمك، ده السمك المشوي بالزيت والليمون زي ما انتم شايفين جميل جدا، وده السمك المقلي، ودي سلطة بابا غنوج، وده الرز الصيادية. عملنا سلطة خضراء. العصير مش انا اللي عملته، ماما ربنا يديها الصحة وطول العمر هي اللي عملت الموز باللبن. كان جميل جدا ما شاء الله يعني. وكل سنة وانتم طيبين. يلا بقى، السلام عليكم، باي باي.